بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا عبر اللايف عبر المباشر عبر الصفحه الرسميه لنادي الاقصر الرياضي وصفحه اعلام الغلابه عمرو الصاع على الهواء مباشره. بيتواجد معايا النجم الكبير كابتن محمد عويس المدير الفني لنادي الاقصر الرياضي، وعلى يمينه ويساره الجناحين كابتن احمد طه المدرب العام وكابتن اشرف عباس. تعب الناس، تعب اللعيبه في التسخين طول المباراه. كابتن محمد عويس بيقول لك مليون مبروك، نقطه يعني تستحقها النهارده بالتاكيد. والله الحمد لله كابتن عمرو، انا بشكرك على مجهودك الجبار اللي عامله الفتره دي، سواء في الناشئين او الفريق الاول لنادي الاقصر. بشكر اللعيبه اللي هي فعلا الاسبوع كله ذكرنا نادي الالمنيوم بالفعل. بالظبط كما توقعنا، اللي هم دايما بيلعبوا من على الاطراف، ودايما بيلعبوا الكوره العرضيه. خطورتهم كلها بتيجي من الجناب. الحمد لله قفلناها كويس واشتغلنا عليها كويس في التمرين وفي المباراه. اللعيبه اجادت النهارده، اجادت، وبشكر ربنا على التعادل. كان في امكاننا ان احنا نكسب بكوره زكي، الكوره اللي حسبها اوفسايد الحكم اللي هي لا صحه لها من اساسه. بذلنا مجهود كويس، بشكرهم. بس بتمنى ان مجلس الاداره يتكاتف اكتر من كده ورا الفرقه، لان في حاجات كده عايزه تتظبط شويه. يا ريت الناس تعرف ان في فرقه كويس في نادي الاقصر. انا بقولها للمره العشرين عبر صفحتك، في فرقه كويسه في نادي الاقصر، وقفوا في ظهرها. الناس شغاله وبتجتهد وبتتعب، يا ريت نوقف في ظهر الفرقه دي. معانا ماتش شبان الماتش اللي جاي بعد التوقف ان شاء الله بتاع الكاس، نشتغل عليه ان شاء الله نفنش في مركز كويس باذن الله، باذن الله في الدور الاولاني. شبان طالع من صحوه كويسه، انا سمعت ان هو كسب الاسمنت، اللي هو بينافس طبعا الاسمنت مع البيروت مع الالومنيوم. برضه دي نتيجه تقلقك، فلازم تتعامل مع المباراه بشكل كويس الفتره اللي جايه. ان شاء الله باذن الله نشتغل عليها، وببارك للعيبه حبيبي يا غالي. الضلع الاساسي في المنظومه والجهاز الفني اللي هو دايما تعبان. تقولي لك كابتن احمد طه، كابتن اشرف عباس، كابتن عبد الله راشد، والدكتور طارق احمد فتحي. محترم وكويس، بيجتهدوا الناس، بيشتغلوا. كابتن طه، كابتن اشرف وجهلان ودكتور طارق واحمد فتحي وعم عبد الله وكريم العامل، كل الناس بتشتغل وبتجتهد على حسب الامكانيات اللي موجوده. انا بقول لهم ما تزهقوش، ما تتعبوش. هو حال الكوره في الصعيد كده، بالذات في الانديه الجماهيريه، فبتبقى الامور صعبه شويه. ان شاء الله ربنا يفكها من عنده في الفتره اللي جايه، والناس ان شاء الله يعني بيشتغلوا بيجتهدوا، واتمنى يدينا ربنا على قد تعبنا. الحمد لله يعني كنا كويسين في فترات وربنا ما اداناش، كنا وحشين في فترات ربنا ادانا، كنا كويسين اهو النهارده ربنا ادانا. فمش لازم ربنا يديك النهارده، ممكن تتعب ويديك بكره، يديك بعده. اشكر ربنا والحمد لله على كل شيء. شكرا جزيلا كابتن محمد عويس. يعني ينضم الي زي ما انتم شايفين في الصوره كده الجناحين كابتن اشرف عباس المدرب المساعد، ويعني النجم الكبير كابتن احمد طه. يعني اسمح لي كابتن احمد، هاخد كابتن اشرف عباس المدرب كده. يعني اسمح لي بس كده، يعني اخد الكابتن اشرف عباس. تقولي هاخد الكابتن احمد طه، يعني عاوز يسيبنا ويمشي واحنا على الهوا مباشره. تقولي يا كابتن احمد على هذه المباراه. الحمد لله، بشكر اللعيبه رجاله. اولا انا بشكرك على المجهود الجبار ومتابعتك لينا على طول، مساند لينا في كل المباريات. الحمد لله، بشكر اللعيبه رجاله. النهارده كانوا رجاله بمعنى كلمه رجاله. احنا كنا طمعانين في الفوز، فرقه الاماني فرقه محترمه وجهاز فني محترم، كنا نتمنى الفوز، لكن الحمد لله نقطه احسن من لا شيء. ان شاء الله الماتشات الجايه يعني نكون افضل باذن الله. شكرا جزيلا كابتن احمد. كابتن اشرف عباس المدرب نادي الاقصر الرياضي، واحد من اللعيبه والمدربين اللي ما خدش حقه وحظه اعلاميا. كابتن اشرف عباس دايما صديقي، دايما صديقنا العزيز دايما واخونا. تقولي النهارده على الهواء مباشره. انا بشكرك الاول استاذ عمرو، وتحياتي ليك وتحياتي للناس كلها. بقول الحمد لله نقطه احسن من ما فيش، بس والله العظيم كان ممكن النهارده نكسب، بس الحمد لله يعني فرقه الالمون برضه فرقه كويسه مش وحشه. وانا بشكر اللعيبه وبشكر الرجاله وبشكر مجلس الاداره بقياده الكابتن اسامه ورانا والكابتن هاني بصراحه، والجهاز واللعيبه رجاله بمعنى كلمه رجاله. فبحمد ربنا على التعادل دي. البونت احسن من ما فيش برضه. التغييرات النهارده شايفها ازاي اللي اجريت في ملعب اللقاء يعني؟ ولا هل جاءت حسب متطلبات المباراه، ولا اصابه رشيدي اربكت المشهد معكم؟ برضو يعني رشيد اتصاب برضو، الراجل كتر خيره عمل مجهود جبار، وداوة عمل مجهود، فبدلنا يعني كتر خيرهم بصراحه. وجت في التغيير في الاخر ده تضييع وقت الحمد لله يعني.
كابتن أشرف عباس مدرب نادي الأقصر الرياضي، واحد من الأسماء التي ستلمع قريبا إن شاء الله كمدرب، وعلى فكرة قاد مباراة قوس كمديرا فنيا على فكرة، وحصد 3 نقاط غالية. النجم الكبير كابتن أشرف عباس، أدبا خلقا احتراما، دائما بنكلون الحب والاحترام. بقول لك شكرا جزيلا على هذا اللقاء كابتن أشرف. شكرا جزيلا كابتن أشرف. كابتن عويس يؤدي والجهاز الفني بيؤدي صلاة المغرب هنا في ملعب الألمنيوم كما تتابعونهم على الهواء مباشرة. شكرا جزيلا لحضراتكم. تحياتي عمرو الصاوي هنا من داخل ملعب الألمنيوم. شكرا جزيلا.